النهاردة هنتكلم عن المدرب الجديد لنادي الزمالك. احتمال 90% هيكون الألماني هايكو هيرليش. هايكو هيرليش يا جماعة بيحب يلعب بخطة 4-2-3-1، خطة هجومية وهو مدرب هجومي. زيه زي أغلب المدربين الألمان بيعتمد على الضغط العالي وسرعة الريتم وتضييق المساحات بين الخطوط. بيمتلك شخصية قوية وهو مدرب جيد، مميز جدا في التعامل مع اللاعبين الشباب. طبعا احنا عندنا في نادي الزمالك كمية لاعبين شباب كويسين جدا، محتاجين مدرب يريد التعامل معاهم فعلا. بحكم شغله مع فريق بروسيا دورتموند تحت 19 سنة وبايرن ميونخ تحت 17 سنة، مدرب منتخب ألمانيا تحت 17 سنة وتحت 19 سنة، فده الوقت المناسب لهذا المدرب. والجهاز يا جماعة هيجي هو معاه 3 أجانب، مدرب حراس، مدرب أحمال، محلل أداء، بالإضافة إلى حسين ياسر المحمدي وأحمد مجدي. نادر السيد سيتولى منصب مدير الكرة في الجهاز الجديد.